بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة جنة الكروشيه. النهاردة هناخد فيديو بسيط كده او نعمل فيديو بسيط ازاي ازين حواف اي عينة انا عاملاها، سواء كان سكارف، بطانية، مربع، بطريقة بسيطة وبتدي الشكل جميلي. في الفيديو السابق احنا عملنا العينة دي اللي هي غرزة البيبري او غرزة التوت، وانا قلت هنا هعملها عينة هستخدمها في المطبخ، بس ما حبيتش اسيبها كده اهو. فانا هنا زينتها بخيط ابيض بالغرزة اللي عطياني شكل التعرجات دي بالطريقة دي. في نفس الوقت ادت شكل جمالي للعينة، وزي ما انتم شايفين عملت لها علاقة كده، وممكن تتعلق على في المطبخ بتاعك بحيث تبقى سهلة الاستخدام. مش معنى ان هي عينة في المطبخ اسيبها، لا، لازم برضو يكون شكلها ظريف ويعني يبقى فيه شكل جمالي برضو كده، بحيث العين يعني برضو تحب تشوف كل شيء جميل. انا عملت العينة دي اهي بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. في العينة التانية اللي هو اللي باللون الأحمر اهي، أنا بدأت فيها بخيط مخالف، أو ممكن عايزة من نفس اللون مفيش مشكلة، بس أنا شايفة بخيط مخالف يكون شكله أفضل. أنا عادي ببدأ بالخيط بتاعي، بدخله كده في الغرزة وبسحب الخيط وبطلع ماشي، او بعمل بعقدة البداية وبسحب الخيط بتاعي وبطلع. بعد ما بطلع بالخيط بتاعي يعني انا اهو دخلت اهو كده اهو، هسحب الخيط بتاعي واطلع. بقى عندي حلقتين على الابرة، هعمل غرزة منزلقة، بطلع بالحلقة الاولى من الحلقة التانية وهرتفع غرزة سلسلة. هاجي الفراغ اللي وراه هدخل كده واسحب خيطي واعمل غرزة منزلقة، بطلع من الحلقة اللي على الابرة اهي واروح ارتفع غرزة سلسلة. هاجي الفراغ اللي وراه بسحب الخيط، بقى عندي حلقتين، باخد الاولانية كده وبطلع من التانية بمنزلقة وارتفع غرزة سلسلة. بتحاولي تخشي في الفراغات اللي بين الاسطر، يعني انا هنا عندي سطر اهو، الفراغ اللي وراه على طول اهو بدخل فيه، بريح الخيط معايا شوية وبطلع بمنزلقة وبعمل غرزة سلسلة. هرجع تاني في الفراغ اللي وراه، اسحب خيطي واعمل منزلقة واطلع بسلسلة، وهكذا طول ما انا ماشية. بس بحاول ان انا بدخل في الفراغات اللي هي بين الاسطر بتاعتي بالطريقة دي كده اهو. بريح الخيط سنة معايا عشان ما يبقاش مشدود. تمام كده، وبرتفع غرزة سلسلة. ارتفاع غرزة السلسلة دي هو اللي بيديني الشكل المتعرج ده. بدخل كده وبطلع وبسحب بمنزلقة وبطلع بغرزة سلسلة. انا هنا جيت عند الكورنر او الزاوية بتاعة المربع، عادي بسحب الخيط وبطلع بغرزة منزلقة وارتفع سلسلة وارجع ادخل في نفس المكان تاني عشان يديني زاوية المربع. بطلع بمنزلقة وبرتفع غرزة سلسلة، وهاجي الفراغ اللي وراه هدخل فيه كده اهو واسحب واطلع بمنزلقة وهرتفع غرزة سلسلة اهو. ادتني، افك دي اظبطها تاني. انا هنا بعد ما طلعت بمنزلقة خلاص هرتفع غرزة سلسلة، وهاجي الفراغ اللي وراها هدخل واسحب منزلقة كده واطلع غرزة سلسلة. الفراغ اللي وراه بطلع بمنزلقة اهو وارتفع سلسلة، وهكذا. بطلع بمنزلقة من الغرزة اللي على الابرة وارتفع غرزة سلسلة. دي طريقة من الطرق اللي بزين بيها
حواف المربع بتاعي او اي مشروع انا عاملاه، بطانية، سكارف، حرف طاقية، فستان. وبرتفع بغرزة سلسلة، بدخل بسحب الخيط وبطلع بمنزلقة بالطريقة دي، وبرتفع غرزة سلسلة، وهكذا. بس اهم حاجة لو في مربع انا بدخل، يعني انت حاولي تشوفي المكان المناسب او الغرز المناسبة بين الاسطر. انا عملت اهو شكل المربع زي ما احنا شايفين، ادي زاوية وادي الزاوية التانية، لا مشدودة ولا حاجة، وادي الشكل بتاع الغرزة. احاول اخلص نهاية المربع وارجع تاني ان شاء الله. انا كده خلصت العينة التانية اهو زي ما احنا شايفين بالطريقة دي اهو. ادت شكل طبعا ايه جمالي للعينة بتاعتي بالطريقة دي. اعمل العينة التالتة. انا هنا هبدأ من اول المربع، مش عامله له علاقه زي ما قلنا. انا بسحب الخيط بتاعي بالطريقه دي كده اهو، وباخد لفه وبطلع تمام. بجيب الطرف ده كده اهو، هرتفع هنا بسلسله، وهاجي الفراغ اشوف الفراغ اللي موجود ايه. ماشي، دي زاويه المربع، بسحب الخيط وبطلع بمنزلقه، وهرتفع غرزه سلسله. هاجي الفراغ اللي وراه اهو، اسحب الخيط واطلع بمنزلقة، وهرتفع غرزة سلسلة. هاجي الفراغ اللي وراه اهو، هسحب الخيط بتاعي واطلع بمنزلقة وارتفع سلسلة اهو. انا كده وبخفي الخيط بتاعي او طرف الخيط اللي انا بدأت بيه. اسحب كده واطلع اسحب منزلقة وارتفع سلسلة بالطريقة دي لغاية لما بخلص السطر بتاعي. دي العينة يعتبر كده انا برضو ايه بدأتها لكم من الاول اهو بالطريقة دي كده اهو. وزي ما قلت لك خيط مخالف او من نفس اللون زي ما انت عايزة، دي حاجة ترجع حسب رغبتك وذوقك، وبرضو الخيوط المتوفرة عندك بتستغليها، وعشان ما فيش حاجة يعني تتهدر او تترمى اهو. جيت للزاوية التانية اهو، بدخل فيها وبطلع بمنزلقة وارتفع سلسلة، وارجع في نفس المكان ادخل تاني اطلع بمنزلقة وارتفع سلسلة، وحاجي الفراغ اللي وراه اهو، اطلع بمنزلقة وارتفع سلسلة. غرزة سهلة وبسيطة وبتدي شكل جميل للأحرف أو حواف الشغل بتاعي تمام كده. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. أرجو إن هو يكون عجبكم. فيديو سريع كده اهو للي لسه برضو مبتدئين، وأحيانا بتبقي مش عارفة تقفلي الشغل بيبقى شكله في النهاية بتبقي محتارة بحيث تقفليه ازاي. فدي طريقة من طرق اللي بقفل بيها الشغل بتاعي، لان طبعا لازم يبقى في النهاية شكله جميل، وتكوني راضية عن الحاجة اللي انت بتعمليها. ده مهم جدا. اخلص الزاوية التانية بتاعتي عشان برضو دي شيء مهم او نقطة مهمة، بحيث الشغل بتاعي ما يبقاش يعني يخرج عن النمط بتاعه مربع، يعني زوايا مربعة بالطريقة دي. او بدخل في الزاوية بتاعة المربع، بسحب وبطلع منزلقة وارتفع غرزة، وارجع تاني في نفس المكان عشان يديني الحافة اللي هي بتاعة المربع زاوية قايمة. وبكمل بقى على الشغل الضلع الاخير اهو بالطريقة دي كده اهو. بس ادي الشغل بتاعي اهو زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. وبكده يكون الفيديو بتاعي
انتهى. ده فيديو سريع كده اهو، ارجو يكون عجبكم، وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو اخر من فيديوهات قناة جنة الكروشيه.